المفروض تجيب كام الترم التاني عشان تدخل الثانوية العامة، او المفروض تعمل ايه الترم التاني؟ المفروض الدنيا تمشي معاك ازاي الترم التاني عشان تدخل الثانوية العامة وانت مطمن، سواء جايب 100 او جايب 110 او جايب 115 او جايب 120. لازم تعرف الدنيا هتمشي ازاي الترم التاني، وهل الدرجة اللي انت جبتها حلوة ولا وحشة بخصوص محافظتك. يعني لو انت جايب مثلا 110، هل ال 110 دي حلوة ومناسبة بخصوص محافظتك ولا لا؟ وده بقى اللي انا هقولك عليه دلوقتي. هنتكلم مع بعض عن تنسيق الثانوية العامة او تنسيق البكالوريا في المحافظة بتاعتك. تمام؟ يعني هقولك المفروض تجيب كام الترم التاني، وكمان هقولك الدرجة بتاعتك حلوة ولا وحشة. لكن في 3 محافظات بس: الاسكندرية والغربية ومطروح. هقولهم تاني: الاسكندرية والغربية ومطروح، دول اللي هنتكلم عليهم النهاردة. انا هتكلم عن كل المحافظات، هتكلم عن ايه كل المحافظات. بس قبل ما نبدأ الفيديو، لو انت اول مرة تشوفني ما تنساش تعمل اللايك بتاعك وتشترك في القناة، واكتب لي كمان في التعليقات اسم المحافظة بتاعتك عشان اتكلم عليها. تمام؟ انا اتكلمت عن 3 محافظات: القاهرة، الجيزة، الدقهلية. دول اول 3 محافظات انا اتكلمت عنهم. يعني لو انت من القاهرة او الدقهلية او الجيزة، هتلاقي رابط الفيديو بتاعك في اول تعليق تحت، والباقيين يكتبوا لي اسم المحافظة بتاعتك عشان اطمنكم. بص بقى، تعال نبدأ الفيديو، انا مش عايز اطول عليك. تمام؟ بص، هنبدأ بمحافظة اسكندرية. الدنيا هتمشي ازاي بقى في محافظة اسكندرية؟ بس خلي بالك دي توقعات. تمام؟ دي توقعات وليس كلام اساسي. يعني انا عندي شويه معلومات، سواء انت طالب او ولي امر انا بعرفها لك. انا عندي شويه معلومات حابب ان انا اعرفها لك. تمام؟ التوقعات دي يعني انا بقالي 5 6 سنين شغال في الموضوع ده، يعني دايما توقعاتي بتطلع صح، وحتى لو ما طلعتش صح بتكون ملائمه، يعني بتكون مناسبه ما بتزيدش كتير. تمام؟ نبدا بقى بمحافظه اسكندريه، بس خدها مني نصيحه: الكلام اللي انا هقوله ده صح بنسبه 98%. انا دايما كده. محافظة اسكندرية، نسبة النجاح الترم الاول السنة دي 82.2%. السنة اللي فاتت الترم الاول كان 84.2%. ده معناه ان السنة دي في انخفاض 2% في نسبة النجاح. هقولها تاني: اسكندرية السنة دي الترم الاول في انخفاض 2%. تمام؟ طب طالما في انخفاض معناه ايه؟ معناه في انخفاض كمان في تنسيق الثانوية العامة. طالما في انخفاض في نسبة النجاح، في انخفاض في تنسيق الثانوية العامة. تمام؟ السنة اللي فاتت كان تنسيق الثانوية العامة، ودي بقى المعلومة اللي انا عايزك تعرفها: كان مرحلة أولى 230، ومرحلة تانية 220، ومرحلة تالتة 215. واحد هيجي يقول لي ايه الفرق بين المرحلة الأولى والتانية والتالتة؟ حاضر، هو مفيش فرق بينهم، بس ابقى اعمل لكم فيديو وافهمكم برضه. تمام؟ يعني الثانوية العامة السنة اللي فاتت في اسكندرية أو البكالوريا، عشان الاتنين تنسيقهم واحد، فضل ينزل في اسكندرية لحد 215. تمام؟ وانا اتوقع هيكون السنة الجاية برضه زي كده. يعني لو انت من اسكندرية وجايب 100 مش وحش، حاول الترم ده تجيب 120. تمام؟ لو انت من اسكندرية وجايب 110 حلو جدا، حاول الترم ده تجيب 115. لو انت من اسكندرية وجايب الترم الاول، قصدي الترم الاول 115، هات زيهم يبقى 230 زي الفل. يعني طول ما انت من اسكندرية وعديت ال 110 ده كده داخل ثانوية عامة وش. انما لو انت تحت ال 110 لازم تشد حيلك شوية. طب لو انت مثلا جايب 90، في امل، في امل انك الترم ده تجيب درجة كويسة وتعدي ال 125. يعني في اسكندرية بالذات عشان تنسيقها كويس، لو انت اقل من 100 في امل لو قفلت الترم ده تدخل الثانوية العامة. طبعا في حاجة اسمها سنة وخدمات من 180، عشان برضه هعرفك عليها في فيديو تاني. بعد كده الغربية، نسبة النجاح السنة دي في الغربية مرتفعة 6%. الغربية السنة دي في الترم الأول زادت نسبة نجاح 6% عن السنة اللي فاتت. السنة اللي فاتت كان 81%. تمام؟ يعني في زيادة هنا 6%. تمام؟ السنة اللي فاتت كان تنسيق الثانوية العامة في الغربية 230 كمرحلة أولى،
و225 كمرحلة تانية. طب السنة دي في نسبة نجاح 6%، التنسيق ممكن يزيد أو ممكن يزيد. يعني مثلا ممكن يكون مرحلة أولى 233 ومرحلة تانية 228. يعني خلي بالك في الغربية احتمال التنسيق يزيد. هو التنسيق السنة اللي فاتت كان 230، احتمال السنة دي ياخد كمرحلة أولى أو السنة دي ياخد 233. يعني لو أنت من الغربية برضو وفوق 110، حاول الترم ده تعدي 120. أي حد من الغربية وجايب 110 لازم الترم ده يعدي 120. لو أنت من الغربية وجايب 115، حاول الترم ده برضو تجيب 120، ما تقلش عن 120. لو انت من الغربية ومعدي 110، في امل انك تدخل الثانوية العامة اكيد. لكن لو انت من الغربية وجايب 100 مثلا، انت محتاج الترم ده تقفل، ما تقلش عن 130. انا عايز مجموع الترمين يعدي ال 230. ندخل بقى على محافظة مطروح. في حاجة اسمها برضو ثانوي وخدمات في الغربية، خدت من 190. ندخل بقى على محافظة مطروح. محافظة مطروح في زيادة نسبة نجاح السنة دي 3%. محافظة مطروح نسبة النجاح زادت فيها الترم ده عن السنة اللي فاتت 3%. يعني متوقع في ارتفاع في التنسيق في مطروح السنة اللي فاتت خدت كمرحلة أولى 220 إدارة مطروح، وإدارة سيوة خدت من 215، وإدارة البنجر تقريبا خدت من 213، وفي إدارة تانية اسمها إدارة الحمام أو الحمام، الله أعلم، أنا مش في اسكندرية أنت هتعرفه، خدت من 210. بس عندكم في مطروح لو حد من مطروح التنسيق عندكم إدارات، تمام؟ فاحتمال مطروح التنسيق فيها يكون من مطروح نفسها، إدارة مطروح نفسها يزيد 5%. احتمال مش أكيد، احتمال إدارة مطروح السنة الجاية إدارة مطروح نفسها تزيد 5 درجات. لكن أنا شايف باقي الإدارات زي سيوة والبنجر والكلام ده مش هتزيد. تمام؟ كده أنا خلصت الفيديو بتاع النهاردة، كلمتكم بالتفصيل وعرفتكم الدنيا ماشية ازاي. تمام؟ وفي حاجة اسمها ثانوي وخدمات اهي، وفي حاجة اسمها ثانوي ومنازل برضه هتكلم عنها في الفيديوهات اللي جاية. ولو أنت وصلت المرحلة دي من الفيديو، اكتب لنا أنت محافظة اسكندرية ولا الغربية ولا مطروح، وتابعوا معايا باقي الفيديوهات إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.